العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نسهلها بالعناوين. قسم الثقافة والرياضة في الأوسط يسعى جاهدا لتعزيز دور المجتمع. السعي الحثيث لرفع دور المجتمع ومساهمته في تنفيذ البرامج التنموية بمديرية غردات. تنظيم مسابقة المناظرة بين طلاب المدارس المتوسطة في الإقليم الأوسط. إيران تهدد الولايات المتحدة وإسرائيل بالرد على أي هجوم. أوربان يحذر من تدمير أقصاد أوروبا ويتهم بروكسل وكييف بالتآمر لجر المجر. وأمريكا تجدد ضرباتها ضد تنظيم الدولة في سوريا. أهلا بكم. صرح المدير العام لإدارة الثقافة والريادة بالإقليم الأوسط السيد أسمروم تسقى برهانه صرح بأن الإدارة ظلت تعمل جاهدة على تعزيز دور المجتمع ومساهمته في الحفاظ على الأنشطة الثقافية والرياضية وتطويرها. وأشار إلى نجاح الجهود المبذولة لإطلاق برامج ثقافية مستدامة في جميع المديريات بحلول عام 2025، وذلك بالتعاون مع منظمات مجتمعية واسعة النطاق، مبينا بأن الجهود المتضافرة الجارية لجميع الجهات المعنية أمر بالغ الأهمية لكونها تتعلق بالثقافة والهوية. وأضاف أن البرنامج الذي نظم لإحياء ذكرى الفظائع التي ارتكبتها الأنظمة الإثيوبية بحق الشعب الإرتري البريء ساهم بشكل كبير في الحفاظ على التراث التاريخي. وقال السيد أسمروم: عندما نتحدث عن الثقافة فإن المهمة التي نتحدث عنها والمهمة التي تنتظرنا على أرض الواقع لها معاييرها الخاصة، مؤكدا بأن الجهود لتعزيز القدرات الحالية من خلال تنظيم دورات تدريبية مهنية على مختلف المستويات واعدة. وفيما يتعلق بالأنشطة الرياضية، ذكر أنه تم تأسيس 9 اتحادات حتى الآن وظلت تمارس أنشطتها الرياضية، موضحا أنه بالفعل أنتجت الساحة الرياضية الإرترية رياضيين يمثلون بلادهم في المحافل الإقليمية والدولية. وفي الختام قال السيد أسمروم إن القسم سيعمل جاهدا على الحفاظ على القيم ونقلها إلى الشباب من خلال تنظيم منتديات حول الميراث. دعا مدير مديرية غردات السيد إسحاق طعم مسؤولي إدارات الضواحي وعمد القرى، دعاهم إلى بذل قصارى جهدهم لتعزيز دور المجتمعات المحلية في تنفيذ برامج التنمية. وأشاد السيد إسحاق عند لقائه ممثلي المواطنين بدور المجتمع المحلي، وحث المدراء على القيام بدور فعال في تحقيق البرامج المخطط لها هذا العام بشكل عام، وأنشطة حماية التربة والمياه بشكل خاص. وذكر في المناسبة أن التغيرات المسجلة في مجالي الصحة والتعليم على مستوى المديرية هي ثمرة برامج التنمية التي تركز على المجتمع المحلي ومساهمة المواطنين الفاعلة. وأكد المشاركون من جانبهم أنهم سيستوفون المتطلبات اللازمة لتحقيق برامج التنمية، حاثين الحكومة على توفير التسهيلات اللازمة لتنفيذ برامج النظافة البيئية بفعالية. وفي الوقت نفسه نظم مكتب الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية غردات نقاشا يهدف إلى توسيع نطاق تنظيمات الشباب وتعزيزها في إدارات الضواحي. وقال الشاب ياسين محمد نور رئيس مكتب الشباب في المديرية إن دور مسؤولي إدارات الضواحي وعمد القرى وأعضاء البرلمان مهم لضمان مساهمة الشباب في البرامج المخطط لها متسلحين بالمعرفة العلمية والمهنية. نظم فرع التعليم في الإقليم الأوسط مسابقات المناظرة باللغة الإنجليزية بين طلاب مدارس المرحلة المتوسطة على مستوى الإقليم. وناقش المتنافسون خلال الفعالية التي نظمت يوم أمس 10 من يناير أهمية وسائل التواصل الاجتماعي وعواقبها. وذكر مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة في الفرع السيد ستيفانوس جبر هواريات أن المنافسات تهدف إلى تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم ومهاراتهم التحليلية. وأضاف
أنه توجد خطط في المستقبل لإقامة فعاليات مماثلة بين طلاب المدارس الثانوية. وفي المنافسات النهائية فاز مكتب التعليم في مديرية الشمال الغربي بلقب البطولة. تجري شرطة مديرية فورتساوا إقليم القاشبركة حملات توعية عامة للحد من الجرائم والمخالفات، وذلك عبر تعزيز فهم المواطنين. وقال قائد شرطة المديرية الرقيب إبراهيم عمر إن برامج تنفذ لتعزيز دور الشرطة في مكافحة الجرائم والمخالفات، مشيرا إلى أن جهود الشرطة وحدها لا تكفي، لذلك ظلت تنفذ برامج لتعزيز دور المجتمع في مكافحة الجريمة. وأضاف أن نتائج الجهود المبذولة حتى الآن مشجعة، حيث تمت مقاضاة معظم الجرائم والمخالفات التي ارتكبت عام 2025، بينما أحيلت بعض القضايا إلى النيابة العامة. وأوضح الرقيب إبراهيم أنه نظرا لأن معظم الجرائم والمخالفات يرتكبها الشباب، فسيتم تكثيف البرامج الموجهة للشباب والطلاب. نشرتنا لا زالت مستمرة مشاهدينا في كل مكان من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل. على الصعيد العالمي، حذرت إيران كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من أنهما ستصبحان أهدافا مشروعة إذا شنت واشنطن هجوما على طهران، كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالباف الرئيس الأمريكي من أن أي هجوم على إيران سترد عليه البلاد باستهداف إسرائيل والقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة باعتبارها أهدافا مشروعة. وتعد تصريحات قالباف الأولى من نوعها التي تدرج إسرائيل ضمن قائمة الأهداف المحتملة لأي ضربة إيرانية. وأطلق قالباف هذا التهديد في حين اندفع النواب نحو منصة البرلمان الإيراني وهم يهتفون الموت لأمريكا. حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان من أن استمرار السياسات الحالية تجاه أوكرانيا قد يقود إلى تدمير الاقتصاد الأوروبي، مجددا موقفه الرافض لنهج الاتحاد الأوروبي الذي يرى أنه يهدد بدفع القارة إلى حرب واسعة. وجاءت تصريحات أوربان هذه خلال مؤتمر حزب فيدس الحاكم الذي عقد في العاصمة المجرية بودابست. وخلال المؤتمر أجمع جميع المتحدثين على أن فوز حزب فيدس في الانتخابات البرلمانية المقررة في الربع المقبل يعني الحفاظ على السلام، بينما اعتبروا أن وصول حزب تيسا إلى الحكم سيقود المجر إلى آتون الحرب. وفي السياق نفسه تحدث وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو عما وصفه بمؤامرة بين بروكسل وكييف تهدف لاستدراج المجر إلى الحرب. وخلال كلمته أمام المؤتمر اعتبر أوربان أن دعم أوكرانيا يمثل إهدارا للأموال في ظل انتشار الفساد هناك وفق رأيه. أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات واسعة النطاق تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا يوم أمس السبت، ردا على هجوم أسفر عن مقتل 3 أمريكيين في ديسمبر الماضي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الضربات استهدفت تنظيم الدولة الإسلامية في مختلف أنحاء سوريا. وأشارت القيادة إلى أن الضربات تأتي في إطار عملية عين الصقر التي أطلقت ردا على الهجوم الذي نفذه التنظيم ضد قوات أمريكية وسورية في تدمر في 13 من ديسمبر. وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أعلن في 20 من الشهر الماضي إطلاق عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة في سوريا ردا على هجوم في تدمر أودى بحياة 3 أمريكيين. تواصل فرق الإنقاذ في وسط الفلبين عمليات بحث محفوفة بالمخاطر عن عشرات العمال الذين طمروا تحت أكوام هائلة في القمامة عقب انهيار مكب نفايات ضخم في مدينة سيبو في حادثة أودت بحياة عدد من الأشخاص وأثارت صدمة واسعة في البلاد.
وانهار مكب نفايات بيناليو، وهو منشأة خاصة تخدم مدينة سيبو والمناطق المجاورة، عندما انهار جبل من النفايات يقدر ارتفاعه بنحو 20 طابقا فوق مباني مخصصة للسكن وعمل عمال النظافة. وأفادت السلطات بأن نحو 50 عاملا دفنوا أحياء تحت القمامة، بينما تم حتى الآن انتشال 6 جثث على الأقل، في حين لا يزال عشرات في عداد المفقودين. نختم نشرة هذا المساء مشاهدينا بكل مكان بأهم وأبرز العناوين. قسم الثقافة والريادة في الأوسط يسعى جاهدا لتعزيز دور المجتمع. السعي الحثيث لرفع دور المجتمع ومساهمته في تنفيذ البرامج التنموية بمديرية غردات. تنظيم مسابقة المناظرة بين طلاب المدارس المتوسطة في الإقليم الأوسط. إيران تهدد الولايات المتحدة وإسرائيل بالرد على أي هجوم. أوربان يحذر من تدمير اقتصاد أوروبا ويتهم بروكسل وكييف بالتآمر لجهر المهجر. وأمريكا تجدد ضرباتها ضد تنظيم الدولة في سوريا. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الإسماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.